الحمد لله الحمد لله والف الف مليون مبروك يا اهلاويه. فوز مهم جدا النهارده، النادي الاهلي يفوز على اسوان 3-0. انا مستني الدهوف الزملكاوي اللي هيطلع يقول لك ده فرقه ضعيفه. هقول له فعلا، اقول له كلامك صحيح. لما فرقه ضعيفه تكسبك 3 تعالى لي وانا اكسبها لك 3. يعني مش هقول لك غير كده. النهارده الف مليون مبروك. وقبل ما اتكلم على اي حاجه لازم اشيد ولازم ادي كل التحيه والتقدير والاحترام لجمهور اسوان ومحافظه اسوان، اللي انا كاسكندراني وكاهلاوي بعشق المحافظه ديت. يعني لو قلت لي تحب تروح السياحه فين يا اسلام اقول لك اسوان. اهلها ناس طيبين، اهلها اهل الكرم. روحوا ربنا يبارك لكل واحد مشجع سواء اسواني او اهلاوي موجود في اسوان. بجد 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 النهارده مظاهرة حب للنادي الاهلي في الشوارع وفي المباني وفي الاستاد. انا ما شفتهاش من قبل، ما شفتهاش ولا في قطر ولا شفتها في حاجه. النادي الاهلي مش محتاج قطوره ولا محتاج خياره ولا محتاج حته جبنه ولا محتاج واحد عيش فينو ولا محتاج لانشونايه من سياده المستشار عشان يطلع يركب القطار. النهارده الحمد لله وفضل ربنا النهارده جمهورنا موجود في اي محافظه تنزلوها، وبقى على الواقع مش في المواقع، مش بالبق واللسان. مش واحد هيقول لنا تعالوا ويحشدنا بخياره ووجبه ويقول لنا روحوا شجعوا الفرقه فرقتكم. النهارده النادي الاهلي بيثبت للعالم ان احنا يعني كنا واقعين. يعني وقع اي حد بيقعها في كرة القدم، اندية كبيرة بتقعها. النهارده نادي اسوان وجمهور اسوان بيثبتوا فعلا اللي هم كبار. الكبير مش بسنه، الكبير بقيمته وبافعاله. افعال اهل اسوان النهارده تجاه النادي الاهلي واستقبالهم الحار ومظاهرة الحب دي يخلينا اشيد بيهم. والله لو هقعد اتكلم ساعة ساعتين 3 سنة سنتين ما حديهم حقهم. جمهور يتشال فوق الراس وانتم فوق راسنا يا اهل اسوان، فوق راسنا يا اهل اسوان قسما بالله. الف مليون مبروك. النهارده فوز معنوي وفوز نفسي للنادي الاهلي قبل مباراة سان داونز يوم السبت. النهارده الحمد لله الاهلي بيعزز صدارته في الدوري ب 40 نقطة، فرق 3 نقط عن فيوتشر المركز الثاني. والنهارده احنا ناقص لنا ماتشين لسه، باذنك يا رب نكسبهم يبقى الفرق 9 نقط عن فيوتشر، وان شاء الله فيوتشر يقع كمان يبقى باذنك يا رب نحسم الدوري من الدور الاول. وتقريبا الدور الاول خلص، يعني باذنك يا رب الدوري محسوم لينا ان شاء الله بفضل ربنا. عندنا دوري ابطال افريقيا نركز مع الفرقه ندعمها في 10000 رايحين، المفروض يبقوا 10 مليون في استاد السلام مش 10000. ادعموا فرقتكم. النهارده الحمد لله يعني البلن بقى صحيحه مش صحيحه، الحمد لله اللي هي جت عشان الشناوي يصدها عشان يرجع لحالته الطبيعيه ويصالح بقى الجمهور. النهارده قفشه بالهدف بتاعه راح وصالح الجمهور بتاعه، نقفوا معاه وندعمه. النهارده كهربا بيثبت لاي حد، فاهمني يا سيف، بيثبت لاي حد ان هو موجود بحب ربنا ليه. الولا سالك من جواه وانتم متربصين حوالين منه، عشان كده ربنا بينصره كل ماتش. كهربا لعب معانا من ساعة ما رجع من الإيقاف 6 مباريات، أحرز 3 وصنع 3. النهاردة حسين الشحات مستر أسيست حلويات على رأي أيمن الكاشف. أيمن الكاشف احنا خلصنا من أيمن أشرف، طلعت لنا بمحمد أشرف. يا عم اسمه أشرف، اسمه محمد اشرف مش محمد اشرف. اشرف ايه؟ اشرف شاي. اشرف ايه؟ اشرف شاي. ما علينا. الحمد لله والف مليون مبروك يا اهلاويه. الحمد لله اللي جاي افضل. ليه؟ لان احنا وراه، ورا نادينا. ادعم ناديك، ادعم ناديك. اوعى تدي حد فرصه يهد النادي ده ويستعملك خنجر ليه. هتقول لي يا عم انت زايط ليه؟ زايط لان الفوز ده مهم جدا جدا، وكانت في ناس متربصانا النهارده اللي احنا نخسر. اولهم الحكم ما كانش على هواه ازاي يجيب جون واثنين وثلاثه وقبل منه هدف تسلل لكهربا. فمش جايه معاهم، مش هتيجي معاهم اللي النادي الاهلي يكسب.